العادي ان معظم الناس لما بتتجوز بعض ما بيعرفوش بعض غير لما يجوا يتجوزوا. بعد فتره لما اي واحده تتجوز واحد لمده 2 3 5 10، ايه اخو زوجي يقول لك والله هو طيب وغلبان بس يعني لما بيتنرفز، عارفين الفيل بتاع تنزانيا لما بقى هو ده لما في كده. في حد يقول لك والله هو كويس وطيب وبتاع بس كسول بطيء، خلاص مش عاطفي. يا ستي بيحسن ليكي، بيكلمك كويس، بيصرف على البيت تمام، يعني كل الامور الدنيويه والحياتيه تقول لك زي الفل. طب ما فيش يعني ايه، ما فيش رومانسيه، ما اللي هو ايه ماشي، يعني احنا بنتكلم على اللي هو الشروط اللي في المانيوال مظبوطه. طيب الاضافي ده ان شاء الله اول 1,000,000 سنه في الجنه نبقى نتفاهم مع بعض، لكن نعديها دلوقتي. مش معناها ايه، احنا هنا بنتكلم على ايه، مش بدء انشاء العقد. ما انت في بدء انشاء العقد انت مخير بايه، مش بالحب، لان انت هتحبه منين بالميل. يعني في حد، احنا اخواننا كل الناس اللي قاعده في القاعه دي سواء رجال نساء كبار صغيرين متجوزين مش متجوزين، اول ما بتتعرف على حد، اول ما بتتعرف عليه انت بتبقى في الغالب اول مجموعه ثواني تبقى بص على وشه، بتعمل ايه، بتسجل الانطباع الاول اللي هو ايه، انا هكرهه ده ولا احبه، يعني احتقره ده ولا ليه. هو كده احنا بنبقى باصين كده على كلامه بتاع معجب متكبر مروش مش عارف ايه ذكي نبيه دمه خفيف لا دمه تقيل. كل الانطباعات دي احنا بنسجلها في اوقات بسيطه جدا في الاول. بعد كده بنقعد نشوف الانطباع، يقول لك تصدق انا كنت مستغلسه قوي الاول بس طلع ايه دمه خفيف، بس هو في الاول كان ايه غلس. فاحنا الانطباعات الاولى هو دي الفكره. واحد بيدور على واحده ليه فيها ده كله، خلاص يقول لك بس ما بحبهاش لسه شايفها امبارح، يعني هتحبها ازاي، هتكون لحقت حبيتها منين؟ دي مش اصاله عمال تسمع لها 15 سنه فبحبها فهتتقدم الاصاله فهتتجوزها، مش دي حد خلاص انت بنيت كل الشروط الشرعيه والدنيويه اللي ممكن تقيم علاقه سويه، وبعد كده بتقول ايه وينفع تتحب يعني يجي منها. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما جه حط معيار للمعيار شكلي او معيار جمالي قال اذا نظر اليها سرت. وكذا في النساء بعد يقول لك خلاص راجل ماله وهدومه وبتاع، ماشي يا حاجه بس مش ده الشروط الوحيده. يقول لك ايه يعني اجيب لك ايه براد بيت تتجوزيه لا القبول برضو اللي هو ايه ما يرغبه الرجال في النساء برضو نفس الحكايه ترغبه النساء في الرجال. حد هي تقبله مقبول خلاص ملناش دعوه بايه امه لا اصل مش عاجبني، مش انت اللي هتتجوزيه يا حاجه انت حماته مش خلاص. هي مدام قبلاه قبول اللي هو ايه والله انا خلاص ده زوجك ابو عيالك طول 40 سنه تفضلوا وشكل وش بعض مبسوطين كده خلاص ربنا يبارك فيكم يعني.